الحفرة دي مش كفاية، شدها لكم امال. اكيد المدخل مش من هنا، انا واثق ان الكنز هنا. انا مش همشي من هنا الا لما اطلع الكنز ده معايا. يا سي منصور، المكان دوت انا سمعت من الناس انه مسكون، واللي يقرب منيه ما يرجعش تاني. مين اللي خوفكم بالحواديت دي؟ احنا ما بنخافش، واللي خايف يمشي. الارض دي مخبيه سر كبير قوي، وسر زي ده ما ينفعش يفضل مستخبي كده كتير، فهمني؟ شد حيلكم امال. يا سي منصور، ده هنحرس، وهنحرس دلعنا، والحراس مش هتخلينا ندخلها. الكنز جوه يا شويه بقر، وانتم ما عارفينش توصلوا له. اللي خايف يروح يحكي حواديت للعيال في الدار. المقبره دي مش لاي حد، دي العمدة العمد، وسرها لازم يفضل معايا. انت فاهم ولا لا؟ المية كتير يا سي منصور. تتشال باي تمن، ان شاء الله تكون بحر، شيلوها باي تمن. يا سي منصور انا خايف، المقبرة ده حارسها جن. جن؟ يبقى لازم يحس بوجودنا. على مهلك يا سي منصور، على مهلك يا سي منصور، على مهلك يا سي منصور. يبقى لازم يحس بوجودنا. وريني يدك. يدي يا سي منصور، يدي يا سي منصور. وريني يدك امال. يدي يا سي منصور. لازم يحس بوجودنا. الجن عايز دم. يدي يا سي منصور. لازم يشم ريحته. اسكت امال. يدي يا سي منصور. يدي يا سي منصور. بس خلاص. مالك يا شيخ عامل زي الحرير. بص بعينك يا متعوس. العز من بعيد، الخير جاي. طب والجن يا سي منصور؟ خلاص، السيف اللي كان رافع به راسه وقع من يده خلاص، ما فاضلوش غير كلمتي. تعال ورايا. هي الحاطه دي يا معلم سلام، انا مش مرتاح للاثار دي. ده مش مجرد تماثيل، ده ارواح محبوسه فيها، يعني لعنه. لعنه؟ انت عارف يعني ايه اللعنه الحقيقيه يا رشاد؟ اللعنه الحقيقيه انك تكون فقير معدوم، تاكل من الفتات وتنام على البلاطه البارده. انما ده ذهب، الذهب الاسود اغلى من ارواح البشر واتقل من دمهم. بس يا معلم، الناس اللي اشتغلت في الشغلانه دي ماتوا، وماتوا بطريقه بشعه. واحد انتحر، واحد اتحرق في بيته. ده مش صدف غريبه. الصدف دي صنعوها الاغبياء اللي بيصدقوا الخرافات، اما اللي زينا احنا بنصنع التاريخ وبنبيع الباقي منه. الموضوع بقى كبر قوي يا معلم. انا حاسس ان احنا متراقبين من الحكومه ومن العمده. متراقبين ايه يا غبي؟ العمده ده ترمي له حاجه هتلاقي فيها وتضمن سكوته، وتمن سكوته قبضه من زمان. طب والمجابر اللي بيدور عليها هو وابنه منصور يا معلم، دي مجابر منهوبه، لازم انت تراضيه بحاجه. المره دي مش زي كل مره يا معلم، الكلام بقى على لسان الكبار. اسمك بقى بيتردد في اماكن خطر يا كبير. لو حد فيهم حب يضحي بيك مش هيكلفوا غير مكالمه واحده. اسمع يا رشاد، انا اللي صنعت الاسم ده وفتحت السك، واللي زينا يا اما ياكل الوحوش يا اما يبقى عشاهم. لو انت خايف يبقى قدامك اهو. الفلوس مش كل حاجه يا معلم. الفلوس هي الحاجه الوحيده اللي بتخلي الكل يشتغل. الفلوس هي اللي بتخلي اللي عايش في الطين يعيش رافع راسه ويدوس على الكل، واللي مش شايف كده يبقى ميت قبل ما يموت اصلا. بس لو وجعت هتهرب ولا هتعمل ايه؟ احنا مش بنهرب، احنا بنختفي، واللي يختفى وهو معاه الذهب يرجع ملك. مش عارف ليه قلبي مش مطمن. رتب نفسك يا رشاد، من دلوقتي كل كلمة محسوبة وكل حركة وليها تمن، والمكسب والخير جاي. والمكسب ليه تمن، واحيانا بيكون التمن غالي قوي. احنا دفعنا تمن كل حاجة من زمان، احنا ناس بنعرف نشتغل نظيف. مؤاخذة يا معلم، كلمة نظيف دي ما تطلعش من ايد واحد ايده متوسخة بالتاريخ المصروف. عارف يا رشاد، الكلام ده لو اتكرر تاني هدفنك هنا جنب جدودك. انا اسف يا معلم، انا ما اقصدش. احنا مش اول ناس نبيع ولا اخر ناس نشتري، والسوق مفتوح، واللي معاه فلوس يبقى الملك. يا سي منصور، ورا الحته دي. بص بنظرك اوعى. اللي عايز يمشي يغور في داهيه، واللي هيقعد هيكون له نصيب من اللي هنلاقيه. فاهمين؟ بص يا سي منصور، بص وانظر بعينك، دي رسومات غريبه يا ابوي.
كنز زي ده ما يفضلش مدفون على طول وانا لسه عايش، لازم يطلع، ودلوقتي ميعاده. ايه التماثيل الصغيرة الخضرة دي يا سي منصور؟ دي تماثيل ملهاش قيمة، أهم حاجة الذهب، الذهب والتابوت. واه، فين التابوت؟ فين الذهب؟ شكلها اتسرقت يا سي منصور. دي مقبرة منهوبة ولا إيه؟ حد سبقنا يا فجري! يا أبوي على الغل! يا أبوي على الغل! هي الحكاية؟ خامس مقبرة اللي جاي من هوبة، هو حد سبقني ولا ايه؟ ده هبيلي بيختفي كل شوية ده، مين اللي بيلعب معايا؟ علم علمك يا عمدة. مستحيل، احنا أول ناس ندخل المكان ده، يبقى مين اللي دخل قبلنا؟ في حد غيرنا هنا يا عمدة، احنا مش لوحدنا. قول لي عاد، انت كل مرة بتبقى معانا هنا والمقابر بتطلع فاضية، قول لي عاد، ايه السر؟ يا ابو منصور، الموضوع اكبر منك. لو انت اما تدور على الذهب، في ناس بتدور على حاجات اهم. ايه الحاجة دي؟ قول لي قبل ما اخلص عليك. ذهبك ده مجرد فتات يا عمدة، في ناس بتدور على السر اللي مخفي من آلاف السنين يا عمدة. انت بتبيعني من ورا ظهري؟ قول لي مين اللي معاك؟ مين الناس دول؟ مش كل الآثار تنفع تتقال يا عمدة، وحاجات أكبر مننا بكثير. قول بدل ما ادفنك صاحي. أنا مجرد حفار قبور يا عمدة، وده دارك أنت، ولازم تعرف عشان قربوا يوصلوا. مين اللي بيناخر ورايا؟ الموضوع مش دهب وآثار تتباع ويتباع تاريخ البلد معاها. لما تدور على الدهب يا عمدة، في ناس بتدور على حاجة أخطر، حاجة المفروض تبقى مدفونة للأبد. يعني ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اللي هنا مش كنز، ده سر تاريخ محرم، ده مش مجرد مقبرة يا عمدة، ده قصة حد اتقتل هنا. كنت بتلعب عليا الوقت ده كله؟ تفتح لي المقابر الفاضية وفي الآخر تبيعني للي يسبقوني؟ أنا ماليش ذنب، أنت اللي مصمم تحفر وتنبش في القبور. لما تحب تشغل دماغك على الفعل يبقى تعمل حساب رد الفعل. لما موتني يا أبو منصور يبقى فتحت على روحك باب جهنم، وهتبتدي العركة اللي أنت مش قدها. أنا طول عمري عندي مبدأ ما ابتديش العركة أبدا، بس لو العركة جاتني أغير المبادئ وأطلع البنادق. أنا جايب أجرتي، ماليش صالح باللي سبقوك وخدوا كنز المقبرة. اللي تشتريه بالفلوس يبيعك كمان بالفلوس ويتقتل برضه بالفلوس. أنا لو مت أنت كمان هتموت. أنا عاد هخليك تشتهي الموت وما تطلوش. سلام مش هيسيبك في حالك. سلام هو الاشتراك، اسعد للكلام. ما حصلش، كل اللي أعرفه اللي سلام بعد حد يضرب عليك نار. الطلقة اللي ما تموتنيش الله يكون في عون اللي ضربها. سيبنا عيش يا عمدة وأنا هساعدك. تساعدني؟ انت بتحاول تكسب وقت عشان تعيش. الرصاصة اللي هيموت بها سلام في جيبي يا عمدة. بقى كده؟ طب خليني ورا الكداب. صدقني أنا عارف ديته. هتيجي معايا في الصح ارحب بيك، هتيجي معايا في الغلط يا مرحب بيك. أنا خدمك للعيش يا عمدة. انت الظاهر مش عارف بتلعب مع مين. هديك فرصة وهشوف. الأبواب بتتقفل وأنت بابك ابتدى يتقفل للأبد. لو لك طلب يا شيخ فضل اتكلم، لو غير كده وفر كلامك. طلبه بسيط، الحاجة اللي طلعت من المقبرة القبلية غالية على ناس أهم منا، وعاوزين الحاجة ترجع كلها، يا إما مش هنشوف نور الشمس ولا أنا ولا أنت. طيب نلعب لعبة بسيطة. أنا ما عنديش وقت للعب. انت متأكد يا شيخ فضل انك عايز الحاجة ترجع؟ العمدة كان هياخد روحي. يبقى لازم يدفع الثمن المناسب، الا الحاجة دي هتختفي للأبد. الحاجة دي مش مجرد تماثيل، الحاجة دي لازم ترجع لأصحابها. انا مت مليون مرة قبل كده عشان الحاجة دي تفضل معايا. رشاد، أنت عملت في إيه؟ عملت في أخويا؟ انا لسه ما عملتش، لكن لو ما سمعتش الكلام هعمل مفاجأة مش هتعجبك. أنا وأخويا ملناش دعوة بعملك أنت والعمدة. الفرصة دي مش هتتكرر تاني. انسى المقبرة القبلية وقول للعمدة أي حاجة عشان تاخد أخوك معاك حي وأنت ماشي، أو أخلص الشغل بطريقة تاني برضه المقبرة هتفضل معايا.